أيضا يخطط تخطيط بعيد، يريد أن يلت أيام، يريد أن يحقق هدف، ومن غير ناقة. نركب ناقة طيب عشان ما تتعب، ما أركب ناقة عشان ما يتبعون أثري ولا يظنون أني ذهبت إلى مكان بعيد. ويذهب إلى زعماء الطائف ويدخل عليهم ويعرض عليهم الإسلام. يقول له الأول: أنت محمد؟ قال: نعم. قال: ما وجد الله إلا أن ترسله إلى هذه الأمة. هذا الرد الأول. يأتي للثاني ويعرض عليه الموضوع. قال: أنت محمد؟ قال: نعم. قال: إما أن تكون نبي فأنت أرفع أن تكلمنا، وإما أن تكون كذاب فنحن أرفع أن نكلمك ونرد عليك. ويلتفت للثالث قال له: والله لو رأيتك متعلق في أستار الكعبة وتقسم أنك نبي الله ما صدقناك. وش تبي؟ الرسول صدم من هذه الردود وقال: طيب ما دامكم لم تقبلوا أن تحموني فأريد منكم أمرا. قالوا: وشو؟ قال: لا تخبروا قريش بأنني طلبت منكم الحماية لأجل بلاغ الدعوة. قالوا: هذا أول شيء راح نسويه، اذهب يا فلان على فرسك ولا تقف إلا عند قريش وأخبرهم أن محمد عندنا يريد منا أن نحميه عشان يقف في وجوهكم. قال لهم الرسول: الله يعيني على ما ذكرتم، لكن اتركوني أعود وأطلع. قالوا: لا، ولا تخرج الآن سالما. نادوا سفهاء الطائف ونادوا صبيانهم وخلهم يوقفون صفين في طريق محمد وليأخذوا الحجارة وليضربوه وليشتموه. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أبغاكم تتخيلون هذا الموقف. أطهر رجل مشى على وجه الأرض، وزيد بن حارثة يقول: وأنا أشوف السفهاء المجانين يرجمون النبي بالحجارة ويحذفون عليه حتى نعلهم ويتلفظون عليه بأبشع الألفاظ. يقول: فوضعت نفسي على النبي يتترس بي، يعني مثل الترس عليه، حتى أحفظه من الضرب. يقول: ويأتيني الحجر والدم يسيل مني ويسيل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي يمشي ويركض وتنجرح رجلاه الشريفتين ويصب الدم من رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. عمره 52 سنة ومعه رسالة والسفهاء والأطفال يرجمونه ويحذفونه ويتكلمون. يقول زيد: فتمنيت شيئا نستظل بظله أو مكانا نلجأ إليه، ليس خوفا على نفسي ولكن خوفا على حبيبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فوجدنا بستان فدخل النبي في هذا البستان ثم جلس، وإذا بالدماء تنزف من رجليه عليه الصلاة والسلام. يقول: فجلست أمسح الدم عنه فوقف عليه الصلاة والسلام. يقول هو لعائشة لما سألته عائشة: يا رسول الله، أي الأيام كانت شديدة عليك؟ قال: يوم كنت في الطائف في قرن الثعالب لقد همت على وجهي، يمشي يهيم على وجهه. وقال بعض العلم في الرواية فيها مقال: لكن هام النبي على وجهه فإذا به يرفع كفه، يظن زيد أنه سيدعو عليهم بالهلاك أو بالهدم أو بالغرق أو بغير ذلك فإذا به يناجي ربه ولا يشكوه ويقول: يا رب، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت رب العالمين وأنت ربي ورب المستضعفين. يا رب، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني هؤلاء أهل الطائف، أم إلى قريب أهل مكة ملكتهم أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والدين أن ينزل بي غضبك. الرسول يقول: يا رب، أنا خايف أن اللي حصل لي عقاب منك وأنه غضب، وأنا أقول من هذا المكان: أين الذين يسهرون الليالي على المعاصي ومحاربة الله؟ أين الذين يحاربون الله الليل والنهار، يحاربونه بكل ما يملكون ولا يقولون أننا نخاف من غضبك؟ والرسول يقول: اللهم إني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والدين أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. يا ربي، لك العتبى، لك العتبى، يعني الاعتذار. أعتذر إليك وأتوب إليك حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
صلى الله عليه وسلم: يا رب لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. يقول رسولكم هذا الكلام في هذا الموقف يناجي ربه، ثم جلس عليه الصلاة والسلام وهو يبكي، وجاء طفل دخل عليه طفل ليس من الطائف ولا من جزيرة العرب، من العراق، اسمه عداس، كان يخدم أصحاب هذا البستان اللي أكل النبي منه، وأصحاب البستان صاحبه عتبة وشيبة ابناء ربيعة، لكنهم نظروا إلى حال النبي وقالوا: خذ يا عداس هذا عذق هذا العنب واذهب به لمحمد. فتقدم عداس طفل صغير، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي أن يلفته للحق وللإسلام. الرسول يفكر حتى في اللحظة العصيبة كيف يدعو هؤلاء وكيف يدعو هذا الطفل، ثم أخذ منه العنب عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله، ثم أكل من هذا العنب. وقال هذا الشاب عداس: ما هذا الكلام؟ إنا لا نسمعه في من كانوا قبلك، يعني ما سمعناه في أهل الطائف وهم يأكلونه. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إليه وقال: هذا الكلام علمني إياه ربي، من أنت؟ قال: أنا عداس. قال: من أي البلاد؟ فأخبره أنه من تلك البلاد التي وصفها، ثم قال: إنها بلدة أخي يونس عليه السلام. فالتفت هذا الغلام إلى النبي قال: أتعرف يونس؟ قال: نعم، إنه نبي وأنا نبي. فخر هذا الغلام نازل على الأرض يقبل يدي النبي ورجل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يبعده حتى لا يقبل رجليه، فيقول هذا الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وكأن الله يقول لمحمد: يا محمد، إن هذا الغلام أتيت إلى سادة وزعماء قريش، لكن الله كتب أن يسلم على يدك هذا الغلام الخادم والعبد. أتيت يا محمد إلى هؤلاء المعاندون، لكن نطيب الخاطر الطيب المؤمن بهذا الغلام. ثم يقف النبي فإذا بجبريل ينزل على رسولنا عليه الصلاة والسلام. هذه المرة تختلف، أول مرة ينزل مع جبريل ملك آخر، يعني أول مرة الرسول يشوف ملك غير جبريل، وإذا بملك آخر معه. فسلم جبريل على رسول الله وقال: يا محمد، إن هذا ملك الجبال أرسله الله معي. فالتفت النبي إليه فسلم ملك الجبال على النبي وقال له: يا محمد، إن الله بعثني وقال: إن أمرك محمد أن أطبق عليهم الأخشبين، بمعنى أهد عليهم الجبلين، فعلت. فقال النبي: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا بالرسول يمشي، ولما اقترب من مكة وقف يصلي الليل، يقوم الليل عليه الصلاة والسلام ورجلاه قد جرحت، وقد رجع من هذه الرحلة التي حصل فيها ما حصل، يقوم ويصلي الليل. وصدق الله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فلما كبر وأخذ يقرأ القرآن أرسل الله جن يستمعون إلى كلامه وآمنوا به. وأول مرة يعرف رسول الله إلى الإنس والجن كافة، وسمعوا القرآن وانطلقوا إلى قومهم وهم يقولون: وإذ صرفنا إليك نظرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى. أيضا يخطط تخطيط بعيد، يريد أن يلت أيام، يريد أن يحقق هدف، ومن غير ناقة. نركب ناقة طيب عشان ما تتعب، ما أركب ناقة عشان ما يتبعون أثري ولا يظنون أني ذهبت إلى مكان بعيد. ويذهب إلى زعماء الطائف ويدخل عليهم ويعرض عليهم الإسلام. يقول له الأول: أنت محمد؟ قال: نعم. قال: ما وجد الله إلا أن ترسله إلى هذه الأمة. هذا الرد الأول. يأتي للثاني
ويعرض عليه الموضوع. قالت محمد؟ قال نعم. قال إما أن تكون نبي فأنت أرفع أن تكلمنا، وإما أن تكون كذاب.